الخيار المخلل أبسط من البساطة، ودي أنجح وأثبت طريقة تعملي بيها الخيار المخلل ويطلع معاكي بالجمال والحلاوة دي. ويلا نشوف عملناه ازاي بكل سهولة وبساطة. وجبت 2 كيلو خيار بلدي. أهم حاجة إن الخيار بتاعنا يكون بلدي وحجمه صغير كده أو متوسط. وبعد كده بغسل الخيار الأول كويس، وبعد كده بحوش البوز بتاع الخيارية كده من هنا ومن هنا. وأجيب البرطمان بتاعي، والبرطمان يكون ناشف ونضيف ومفهوش أي نقطة مية. وأبدأ أرص الخيار بتاعي كده بالطول، يعني أرص الخيار يبقى واقف كده جنب بعض وما اسيبش فراغات ما بينهم بالشكل ده كده. وعلشان تاخدي أحلى مخلل خيار لازم الخيار نفسه يكون صغير وبلدي كده، وأهم حاجة إنه يكون فريش مش مردان. وبعد بقى ما برص البرطمان كله كده بالشكل ده، بحضر بقى المية اللي الخيار هيتخلل فيها. معايا 6 معالق كبار من الملح ومعلقة صغيرة من الكركم ونص كوباية خل، تمام. وهنزل عليهم كده بحوالي لتر من المية، واديهم تقليبة محترمة لحد ما الملح يدوب. علشان انا عاملة 2 كيلو خيار فالبرطمان هياخد 2 لتر مية، تمام. لكن لو عاملة مقدار كيلو خيار هتاخدي 3 معالق كبار ملح وربع كوباية خل ولتر مية، تمام. دي اظبط طريقة واظبط مقادير للخيار المخلل، وهيطلع معاكي باذن الله ناجح ومظبوط جدا. كده انا حطيت اول حاجه اللتر الميه اللي دوبنا فيه الملح زي ما قلت لكم، وهكمل كده البرطمان باللتر التاني. واهم حاجه ان الميه تكون مغطيه الخيار. وابدا اقفل البرطمان بتاعي واسيبه بقى بالظبط 4 ايام، تمام. 4 ايام والخيار بتاعنا بيكون اتخلل وجهز وبقى مية مية. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، اللون بتاع الخيار المخلل تحفه، بجد بيبقى خطير. وأظن مفيش أسهل ولا أسرع من كده، حاجة كده عاملينها في البيت سهلة وسريعة ومش مكلفة. ما تكلفناش غير الخيار بس، وبجد بيبقى خطير. بصوا بسم الله ما شاء الله، وطالع مقرمش ولذيذ جدا. أهم حاجة لو في الصيف بتاخدي البرطمان بتاعك تحطيه في التلاجة، ولو في الشتا بتسيبيه على الرخامة، وكل مرة بتاخدي منها خيار بتاخدي بمعلقة نضيفة، تمام. وما ترجعيش في البرطمان خيار تاني علشان برضو ما يريمش ويعمل وش معاكي مش حلو. وبس كده، لو الخيار عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة وتقولي لي رأيكم.